اهلا وسهلا بيكم على قناة دودي شو للكروشيه. لو اول مرة تشوفينا اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض شنطة كروشيه سهلة جدا جدا وبسيطة، كلها بغرزة الحشو او السقطة، وهتكون اسهل مما تتخيلي. هي للمبتدئين وللمحترفين. هنتعلم كل تفصيلة من البداية لحد الفينش والتقفيل، وهنعرف ايه الماتيريال اللي احنا المفروض نستخدمه عشان نعمل شنطة زي دي. الشنطة هتكون مكونة من لونين، فانا استخدمت خيط السلسلة المتوسط السمك، سواء اللون البني الغامق او اللون الذهبي. الخيط الذهبي سميك اكتر حاجة بسيطة من البني، بس مش هتفرق ومش هيحصل اي حاجة، كله هيكون ماشي تمام. لو تقدري تجيبي الاتنين سمك واحد تمام جدا. استخدمت جلد اهو خفيف تمام، هو ده. بتستخدمي طبعا اقل بكتير من ربع متر او نص متر للقاعدة. القاعدة بتاعتي انا عاملة ليها باترون اهو، بحطه على الجلد وهو مقلوب كده تمام، وببدأ امشي او ارسم بالقلم بتاعي واقص وبعدين اخرم تمام. خرمت بالخرامة بتاعتي، او تقدري تخرمي بإبرة كروشيه من اللي هي الستانلس الرفيعة تمام، المتاح عندك اعملي بيه ومفيش اي مشكلة. طب القاعدة بتاعتي كام في كام؟ هقولك حالا. القاعدة بتاعتي بالظبط 29، او يعني بصي بالظبط اهو، هنقول 30. طول القاعدة 30 والعرض بتاعها 11 او 10 ونص تمام. دي القاعدة بتاعتي اللي تعمل شنطة حجمها حلو، ولا هي حجم كبير قوي ولا صغير قوي. يلا بينا بقى نشتغل ونشوف هنعمل مع بعض ايه. هبدأ الأول باللون، تقدري طبعا تغيري في الألوان زي ما انت عايزة. أنا هبدأ باللون البني الغامق، تقدري اللون ده تخليه أسود مفيش مشكلة. أنا هستخدم إبرة رقم 3، تقدري تستخدمي 3 أو 3 ونص تمام. أنا هستخدم 3 ونص. يلا بينا. هبدأ من الزاوية دي، أسحب الخيط بتاعي وأبدأ أشتغل تمام. أنا ده هيكون بداية السطر عندي، وهكمل في كل مكان هدخل غرزة حشو فقط لا غير، لأن أنا الخيط بتاعي سميك، فمش محتاج إني أدخل في كل مكان مرتين. لو الخيط بتاعك رفيع، يعني سلسلة من رفيع، هتدخلي في كل مكان من على الجلد بتاعك، هتدخلي مرتين في مكان واحد. أنا كده دخلت سلسلة أو غرزة سوري حشو في كل مكان مرة. هكمل لحد ما أوصل لبداية أول غرزة اتعملت، ونرجع عشان نشوف هنعمل ايه. كده أنا خلصت السطر، غرزة حشو تمام. و مش هقفل السطر معاكي، لا، انا هدخل هنا في اول واحدة انا عملتها غرزة حشو
مرة كمان اهو. وهحط علامة في اول واحدة عشان ده هيكون السطر بتاعي او بداية كل سطر، هبقى عارفة ان ده البداية، واول ما اجي اختم الشغل او خلاص هبقى عارفة برضو ان انا هنتهي هنا، هقفل الشغل هنا. تمام. هسيب ده زي ما هي، يعني هسيبها مش هشيلها خالص، وهبدأ اشتغل فوق كل فراغ او فوق كل غرزة حشو غرزة حشو مرة تاني اهو. اهو تمام. هتلاقي حتى الشغل بدأ يرتفع لفوق اهو، او ياخد شكل لفوق. هكمل. هكمل لحد السطر او لحد نهاية السطر، لحد ما اوصل للعلامة ارجع عشان نشوف هنعمل ايه. كده خلصت السطر لحد النهاية او لحد ما وصلت للعلامة ولا اي حاجة. ده اللي هعمله كل مرة، ان انا كأن العلامة دي اصلا مش موجودة، وهدخل في الفتحة اللي عليها الدور وهعمل غرزة الحشو بتاعي اهو، وافضل اشتغل غرزة حشو لحد ما الف تاني وارجع لنفس المكان. هتخطى انها موجودة اساسا وهفضل امشي عادي خالص. طيب انا دلوقتي هفضل اشتغل غرزة الحشو داير ما يدور بدون اي انقطاع لحد ما اوصل. في ناس بتعمل مثلا، هعمل الجزء اللي هو لونه بني نص الشنطة والنص التاني ذهبي، او ده البني ربع الشنطة والتلات ارباع ذهبي. شوفي الشكل او شوفي حسب رغبتك هتطلعي باللون البني زي ما انت عايزة. تمام. انا هعملها بالظبط زي صورة اللي موجودة على الفيديو في البداية، وهقولك عملت كم سطر او بالسنتيمتر عملت قد ايه لما اخلص شغل وارجع لك بعد الجزء ده. كده ارتفعت بعدد الاسطر 13 سطر بالخيط بتاعي، وانا هعملها تلت وتلتين، فده كده التلت اللي هو 11 سنتي. تمام. 11 سنتي. انا هكمل بالخيط الذهبي. تمام. وصلت زي ما اتفقنا ان احنا هنا هنوصل للعلامة بتاعتي. تمام. اللي هي هنا. تمام. على نفس الاستقامة هقفل السطر بتاعي منزلقة. تمام. وقصيت الخيط بتاعي منزلقة واحدة تاني، وقصيت الخيط بتاعي. هبدأ من المنزلقة الأولى اهو، اسحب الخيط بتاعي اللون المخالف، ارتفاع سلسلة. تمام. وهبدأ برضو نفس الكلام، حشو، بس بشتغل والخيوط دي اهي، يعني بشتغل وهي من تحت عشان تبقى متدارية وشكل الشغل نضيف.
هفضل اشتغل كده برضو نفس الكلام، انا مش هغير اي تفاصيل. غرزة حشو لحد نهاية السطر، لحد ما بدأت. تمام، وانا طبعا بدايتي اهي في نفس المكان. هلف داير كله ونرجع عشان نشوف هنعمل ايه. كده انا عملت السطر كله تمام، وهشتغل بنفس السيستم، مش هغير اي حاجة. يعني هدخل هنا حشو وهبدأ اشتغل عادي خالص اهو، وانا عرفت خلاص ان ده بداية السطر بتاعي. وهلف وهبدأ ارتفع عدد اسطر. انا دلوقتي ارتفعت 13 سطر، وانا قلت ان انا هشتغل تلت وتلتين، يعني انا المفروض باللون الذهبي يبقى 26 سطر، يبقى التلت هو 13 سطر والتلتين الضعف 26. تمام، وده طبعا تبع رغبتك، ممكن تعمليها زي ما قلت لك نص ونص. عموما انا هشتغل باللون الذهبي عدد الاسطر 26، ونرجع عشان نشوف هنقفلها ازاي وهنركب البطانة ازاي وهنعمل بقية التفاصيل كلها مع بعض ازاي. كده انا خلصت الادوار زي ما اتفقنا، سواء عايزاها نص ونص تلت وتلتين زي ما اتفقنا في بداية الفيديو. وكمان وصلت اهو، ده نهاية السطر بتاعي اللي هو منطقة العلامة دي. هقص الخيط بتاعي مش عايزاه خلاص تاني، وهبدأ معاكي. جبت البطانة بتاعتي، هنتعلم ازاي نركب البطانة بعدين، بس انا دلوقتي هبدأ اشتغل الورود او الطابلو بتاع الشنطة. تمام، جبت الابرة دي اسمها ابرة تطريز او ابرة تنظيف. تمام، تقدري تستخدميها بلاستيك معدن زي دي، المهم يكون الجزء ده واسع عشان نقدر ندخل فيه الستان. انا جبت الستان اللي هو الدبل اللي هو وشين. تمام، عشان اللي هو التاني بيكون خفيف اللي هو بوش واحد، بيكون خفيف ومش بيديني النتيجة الكويسة. استخدمي الالوان اللي انت حباها. انا هشتغل معاكي هنا وردة واحدة، كل الطابلو هيتعمل بنفس الطريقة، كل الطابلو هيتعمل بنفس طريقة الوردة اللي انا هعملها. انا هلضم الستان بتاعي، بسيب حوالي متر تمام او ازيد حاجة بسيطة واقص. عفوا ثواني اظبط. هعمل عقدة في الستان من هنا اهو، وهبدأ اهي الابرة بتاعتي ادخل من هنا. تمام، وهبدأ اشتغل. انا عايزه اشتغل 3 وردات، 3 وردات 1 2 3 فوق بعض بالمنظر ده. اوكي، انا هعمل معاكي اول وردة. هبدأ من الزاوية دي، انا اهو الحرف بتاعي يمين وشمال اهو، فانا هبدأ باول وردة هنا. تمام، يعني بالظبط هنا هطلع الابرة بتاعتي كده، وانا عامله العقده بتاعتي من ورا، يعني لما اسحب كده اهو. اوكي، وهعمل عقده تاني من فوق كده ظاهره كده. وابدا من العقده دي ادخل حواليها كده. تمام،
وبعدين اطلع من الزاوية او من النقطة اللي جنبها الفاضي ده كده، اوسع بس لنفسي، لان طبعا انا غرزي ضيقة يعني جنب بعضها بالظبط اهو كده. وابدأ الف حوالين، بصي هعمل كسرة كده بسيطة وانا بكسرها ادخل في المكان او في الداير اهو. اظبطها بقى كده. اوكي طيب، وباخد من جنبها اهو كده عشان تبقى لفة الوردة، بتكون لفة اهي كده على بعضها اهو. بفوت من هنا ايه يعني جزئين مفتوحين عشان يديني الفرع شكله حلو اهو. تمام كده، وبظبط تاني وبعدين اهو بفضل الف كده لحد ما بحس ان الوردة مقاسها معقول، او انا استكفيت بالمقاس ده بكون خلصت. بصي بدأت شكلها يبان شوية اهو. باخد من جنب الفرع ده كده وبلف افوت جزء، يعني بالنظر هي بتكون كده، واشد من جوه كده واظبط برضو ده اللي هو، وهكذا زي ما بقولك انا بفضل اعمل نفس الكلام. الموضوع مش صعب خالص يا جماعة. حتى لو هعمل وردة لونين، ببدأ باللون الاولاني الف بيه زي اللفة اللي انا عملتها كده بس، واقوم قصة ده من جوه وربطه، واقوم مكملة بلون مخالف او لون جديد، فكده ادتني الوردة اللونين. فالموضوع سهل قوي. طيب انا استكفيت مثلا بالمقاس ده لاني هعمل 3 وردات جنب بعض. دي مش عجباني عشان ما دخلتش لجوه قوي. اطلع يا سمسم من نفس المكان اهو اهو. تمام اهو. ادخل خليها في اللي قبلها، عايزاها تبقى اهي، دخلتها لجوه عشان تبقى على بعضها. اوكي طيب انا مثلا استكفيت بالجزء ده خلاص، او بالوردة دي حجمها اهو. تمام. فانا هعمل وردة، عايزة بس القلب اللي هو البداية يظهر اهو، العقدة دي الاولانية كده. عملت واحدة، هعمل واحدة جنبها وهكذا. بصي يعني انا معايا لسه ستان، فهروح للجزء اللي بعده اهو. فوتت جزء ليه؟ لان انا اهو طلعت من هنا. هعمل او ببدأ بالعقدة بتاعتي اللي في النص، وافضل اعمل نفس الشغل اللي انا عملته. يعني هدخل كده جنبها مباشرة وابدأ الف نفس اللي انا عملته هو حواليها اهو. ادي الابرة بتاعتي اهو. هعمل الورد كله بنفس الطريقة وهخلص التابلو. اعتقد ان انا التابلو عملته في فيديو قبل كده على القناة برضو، فممكن تبصوا عليه، ممكن يكون شرحه احسن، ممكن ده اللي يكون شرحه احسن. شوفوا المناسب ليكم الناس اللي بتتابعني. هكمل التابلو كامل ونرجع عشان نشوف نقفل شنطتنا
ازاي؟ لاني هستخدم البلاستيك هركب معاكي البطانة، هكمل التابلو ونرجع. كده خلصت رسم التابلو بتاع الشنطة، وهبدأ معاكي اشتغل الايدين. تمام، هجيب الخيط بتاعي وهبدأ معاكي. انا هشتغل 4 سلسلة. تمام، 1 2 3 4. تمام، وهرتفع سلسلة وأبدأ أدخل 1 2 3 4 كده. ارتفاع سلسلة، ألف الشغل وأسيب دي وأبدأ أدخل 1 2 3 وهكذا. ارتفاع سلسلة، أسيب دي وأبدأ أدخل 1 2 3. هوصل للطول المناسب وأرجع لك بنفس الطريقة. هفضل أرتفع زي ما أنا كده بالظبط. تمام، كده أنا عملت ال2 إيد بتوع الشنطة قد بعض، وعملت الإيد الواحدة 33 سنتيمتر. 33، ودي هتكون مناسبة قوي اهي. تمام. طيب، انا هقص الخيط بتاعي او يعني هشيله. والمفروض ان انا بعمل ايه بقى؟ بجيب هجيب مجموعة من الخيوط عشان ادخلها في الايد هنا، وابدأ اخيط الايد كده. تمام، يا ريت يكون لون الخيط اللي هيدخل جوه نفس اللون عشان ممكن يظهر. تمام، فيبقى انا قصيت 6 فتلات اطول شوية من الايد، حاجة بسيطة عشان اعرف بس اتحكم كمان فيهم. بصي، وابدأ اقفل كده. تمام، وابدأ اخيط عشان تبقى الايد نفسها ناشفة، ويعني تقدري ما تبقاش يعني طرية ومش لذيذة كده، تكون ناشفة وحلوة. اوكي، لضمت الابرة بتاعتي بنفس اللون برضو، وهبدأ كل اللي انا هعمله هحط دول، هدخل فتل كده وهبدأ اشبك الجزء ده ببعضه، والاطراف دي هوريكي ازاي بس هنتخلص منها بكل بساطة. انا هخيط بس يا جماعة اهو. اهو تمام. طبعا همشي خد الجزء ده مع الجزء ده، يعني اكيد كلنا بنعرف نعمل حاجة زي كده بسيطة. انا بخيط. اوكي، بس للاخر اهو لحد نهاية الايد.
بشد شوية واظبط. اوكي تمام. طيب هكمل خياطة. انا اهو بوصل اهو الشكل، بصي انا بقفل كده وبوصلها عشان تديني الشكل اللي انا عايزاه في النهاية اهو. تمام. هكمل خياطة، ادخل الخيوط دي واخيط للنهاية ونرجع عشان نشوف هنعمل ايه. كده خيطت الايد لحد الاخر. هساوي بس الجزء ده والجزء ده. تمام تمام كده اهو. او هقصره حاجة بسيطة تاني. تمام. و اهو تمام. انا مش هخيط الايد او اركبها دلوقتي في الشنطة لحد ما اركب لها البلاستيك بتاعي، وهنشوف دلوقتي هنعمله ازاي او هنركبه ازاي. انا كده هعمل معاكي الجزء الداخلي من الشنطة اللي هو بيخليها تثبت وشكلها يبان وتبقى زي الفل، ما تبقاش يعني بالمنظر ده طرية. جبت السلك بتاعي اهو اهو. تمام. اول حاجة هعملها قطعت جزء صغير على قد القاعدة الجلد اللي انا قصيتها معاكي في البداية او في بداية الفيديو. بتكون اقل حوالي 1 سنتي من القاعدة عشان تدخل مرتاحة. وهبدأ يعني مش هدورها قوي، يعني سنة كده بس عشان سنة اهو. تمام. ومن الناحية التانية زيها كده. وهبدأ كمان اخد مقاس ارتفاع الشنطة بالنظر كده، هوريكي ازاي يعني بطريقة بسيطة، وابدأ امشي على الارتفاع ده. تمام. هحاول بس اشيل الاطراف الصغيرة دي. طيب ايه كمان، دي كده القاعدة خلاص، خليها على جنب. هاخد الجزء الكبير وهبدأ احطه كده اهو البداية بتاعته، واحط الشنطة كده من اول، يعني من اول الشنطة كده اهو اهو. فانا عايزة الارتفاع بتاعي اعدلها كده اهو. ارتفاع السلك نفسه اهو يكون قد الشنطة، يعني ممكن يكون هنا بالظبط، او هنزل حاجة بسيطة مش مهم هنا. وهبدأ امشي بخط مستقيم للاخر. هشيل بقى دي للاخر عشان يديني الشنطة باكملها في الداير كله. تمام. لازم يكون المقص بتاعك تقيل وحامي عشان السلك ده تقيل قوي، مش بيتقص بسهولة على فكرة. اوكي. هكمل لحد نهاية الجزء اللي انا بقصه، تقريبا خلص اهو اهو، بحيث ان الجزء ده يكون قد الشنطة اهو. تمام. اهو. اوكي اهو. طيب هعمل ايه؟
الجزء ده هخيطه في القاعدة. هبدأ اخيط كده كده في الداير كله، كده كده لحد ما اوصل للجزء اللي بدأت منه، وده هخيطه في الداير. ثانية واحدة بس مش عارفة اتعامل. هخيطه في الداير كله بالخيط بتاعي. يستحسن يكون ده اهو، عشان ده برضو سميك، لو استخدمت يعني خيط رفيع او خيط خياطة، اللي هيحصل ان هو هيقعد هيعكسني ومش هيثبت الجزئين دول كويس. فانا هخيط بنفس اللون عادي. تمام، وارجع لك اوريكي الشكل ازاي. كده انا خيطت السلك اهو. تمام، بقى زي بوكس اهو. تمام، وهقص الزيادات دي البسيطة، وهبدأ ألبس الجزء ده في الشنطة نفسها. اهي الشنطة ده اهي. اشيل ده بس، هفتح ده كده. تمام، وهنزل ده لتحت كده كده. تمام، عشان اعرف ادخل القاعدة واثبتها في الجزء ده. يلا بينا. تمام كده. بس اطمن ان من تحت هدخل ايدي كده واشد عشان ابقى مطمنه ان القاعده نزلت تحت اهي. تمام اهي. بس كده انا مطمنه ان من تحت كله تمام. هبدا اعدل كده، عفوا هعدل. معلش يا جماعه انا مش بعرف اعمل الشغل ده في مكان ضيق، وانا موجوده كده بالتصوير والستاند، عشان كده ساعات الستاند بتتهز زي ما انتوا شفتوا. فبحاول اظبط الدنيا بحيث انتم تبقوا شايفين الدنيا فيها ايه. انا هقص الجزء اللي باقي، وهبدأ كمان ادخله شوية تاني، حاسه ما دخلش 100% من جوه. وارجع وهوريكي لو هيتبقى جزء بسيط هظبطه بالمقص. تمام، عشان الشنطة تكون ثابتة وحلوة. بصي كده ما دخلش عدل، انا عايزة ادخل كويس بس المكان مش بيساعدني اني اظبطه حلو. خلاص كده انا ظبطتها كويس جدا من تحت اهو ومن فوق، وكمان قصيت الزيادة. تمام، فبقى جوه اهو. تمام كده بقى انا هعمل ايه؟ هعمل البطانة. قبل ما اعمل البطانة انا عايزة بس اشد كده الشغل، وابدأ اعمل خياطة بسيطة اللي هي تشدلي الشغل على البلاستيك نفسه. تمام جبت ابرة وخيط خفيف مش زي ده، وهبدأ اشد الشنطة كده. انا اظبطها وهنزل اخيط. يعني نزلت بتاع 4 سطور وهقولك ليه. تمام، هخيط بحيث اثبت البلاستيك مع الشغل بتاعي.
خيط يكون اللون مقارب، يعني بصي ده بيج، اوكي، بس طبعا مش باين عشان انا شغاله بيه ذهبي. تمام اهو، ادي الابره في الداير كله، هلف في الداير كله بحيث تبقى جسم الشنطه ثابت على البلاستيك اهو مع الشده دي. بصي لاحظي ان انا ايه بشد حبه كده. تمام كده. اهو. طيب انا هخيط كده في الداير كله، اوريكي من جوه الشكل عامل ازاي كده اهو. تمام، هكمل وارجع لك. كده خيطت من جوه في الداير كله اهو. وعملت ايه، حطيت في منتصف الجزء ده اهو علامة، عديت دول وعديت دول. تمام، بعد ازاي يعني انا حطيت علامة اهو. تمام كده، فببدأ اعد اقول 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ونص. اوكي، وعديت دول زيهم بالظبط. انا ليه عملت كده؟ عشان انا عايزه اركب الايدين بتاعه الشنطه، فلما اجي اركب الايدين ده المنتصف، فانا ادي الايد بتاعتي، فهبدا اعمل ايه بقى، اعد من العلامه دي مسافه، مثلا هقول 1 2 3 4 5 6 7، يعني من ال7 دي هبدأ أخيط الإيد هنا، وزيها بالظبط الناحية التانية 1 2 3 4 5 6 7، بس لما أجي أركب الإيد التانية أنا عديت هنا 7، وهبدأ أخيط الإيد بتاعتي في البلاستيك نفسه. يعني بصي كده كده. تمام، مش من الجزء ده، يعني حتى من الجزء ده. تمام، ادخلها كمان جزء تاني عشان اعرف اتحكم فيها. يعني انا هخيط الايد اهي، ممكن ادخلها جزء تاني عادي جدا كده. اوكي، وهبدأ اخيط خياطة عادية جدا، هخيط من هنا وهخيط من الناحية دي كده. تمام. بصي انا هخيط ده اللي انا استخدمته لما ثبت الجسم في البلاستيك، فانا عشان الخياطة تطلع جامدة وانا متحكمة فيها هخيط الايدين. طبعا الناحية دي والناحية التانية هعد نفس العدد واشتغل بحيث تكون الايد مظبوطة بالظبط في النص بالخيط العادي وابرة التنظيف بتاعتي، وارجع عشان نشوف مرحلة البطانة هنعمل فيها ايه. كده انا خيطت الايدين بتاعة الشنطة زي ما اتفقنا اهو. انا كده فاضل لي اخر مرحلة وهي البطانة. تمام. طيب هعمل ايه بقى؟ هجيب البطانة بتاعتي. اول حاجة هجيب القاعدة بتاعتي وهقص عليها البطانة. الجزء ده انا هاخد جزء من البطانة، المفروض ان انا الجزء اللي هعوزه انا هفتح كده
وهحط الشنطة كده وابدأ الف. يعني انا عايزة اعرف بالظبط الجزء اللي هعوزه من البطانة. تمام اهو، مع الجزء ده هخيط فيه. خلاص يبقى انا كده الداير بتاعي اهو بجزء للخياطة، فانا هقص كده. خلاص يبقى انا كده عرفت هعوز الداير بتاعي قد ايه، وسبت الجزء اللي هخيط منه. خلاص الطول او الارتفاع الشنطة طبعا كده كبير قوي قوي، لان انا اصلا هحط القاعدة دي بعد ما اقص يعني عليها. طيب انا هطلع الشنطة كده وهبدأ اطبق البطانة كده. انا خلاص عرفت ان دي كده تمام. الارتفاع بقى هحط الشنطة كده بعد ما اسيب جزء صغير من فوق، لاني هتني على الجزء الفوقاني ده بلاستيكة وابدأ اخيط، وهقص من هنا اهو. ده الارتفاع بتاع الشنطة. يبقى انا كده اخدت المقاسات بتاعتي مظبوطة خلاص اهي. طيب انا هعمل ايه؟ اخد الجزء المتبقي ده احط عليه القاعدة وابدأ اسيب وانا بقص مش هقص بالظبط، هسيب اجزاء الخياطة. يعني هعمل الشكل الدائري بس ايه على بعد شوية، مش بعد كبير، يعني حوالي 1 إلى 2 سنتي. شايفة؟ ثواني كده كده اهو. هظبطها بقى وهبدأ امشي بالجزء بتاع اللي انا قصيته بتاع جسم الشنطة على القاعدة في الداير كله زي ما عملت بالظبط في البلاستيكة. تمام. حاسة ان انا سايبة حبة قطار المفروض 2 سنتي بس، هقلل حاجة بسيطة قوي عشان برضو ما تكونش القاعدة كبيرة بزيادة. سويتها ظبطتها تمام، اديت لها الشكل الدائري بتاعها اهو. هعمل ايه؟ الجزء اللي انا قصيته معاكي اهو على المكنة، هبدأ اعمل اخيط من الزاوية المدورة دي. هبدأ من هنا امشي في الداير كله لحد ما اوصل للجزء اللي هو بدأت منه زي ما عملت بالظبط في البلاستيك، وارجع لك.